بس السؤال هنا بقى، ليه علي عبد الله صالح لما كان رئيس ما قدرش يكسب الجماعه دي في ولا حرب؟ جماعه صغيره اسلحتها خفيفه، هو معاه جيش نظامي، الجيش اليمني، ليه ما انتصرش عليهم؟ هناك قيادات عسكرية يمنية تقول بأنه كلما كان يقترب الجيش من الحسم كان يأمر علي عبد الله صالح بوقف الحرب. كنت أشفق عليهم لأنهم محاصرين. كلما ضاق عليهم الخناق أقول لهم أوقف الحرب لأنهم محاصرين. لا امال بتحاربهم ليه؟ غريبه قوي. كان عندك وقت فراغ مثلا عايز تملاه مثلا، شايف الجيش اليمني ما بيعملش حاجه قاعد فاضي، قلت لنفسك هشغله شويه احسن ما هم قاعدين. لا بس انا كده بصراحه ما بقتش فاهم الطبيعه، يعني طبيعه العلاقه ما بين صالح والحوثيين، شويه يتخانق معاهم شويه يحاربهم. طب ممكن انت يا علي عبد الله صالح توضح لنا ايه موقفك الواضح من الحوثيين؟ الحوثيين هم أعداء للوطن حقيقة، أعداء للوطن بصفة عامة. خلاف حصل بيننا وبين الحوثيين ما هو مشكلة، استباحوا الأعراض ما هو مشكلة، خربوا المنازل ما هو مشكلة، نسفوا الجسور ما هو مشكلة، دمروا المدارس ما هو مشكلة، بأمر من عبد الملك الحوثي. وفي خندق واحد احنا والحوثيين، هؤلاء المغفلين الذين يقاتلون مع الحوثي، نحن وياهم في خندق واحد ما هو مشكلة. يعني اللي بيقاتل مع الحوثيين مغفل وانت والحوثي في خندق واحد؟ ما مشكله.